باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك. فتحنا موضوع استجابة ربنا وقلنا ربنا بيستجيب، لكن استجابته ليها شروط أو ليها عناوين. أول حاجة يستجيب لك الرب بحسب احتياجك، وامبارح قلنا يستجيب لك الرب بحسب صلاحه. النهاردة هنتكلم على نقطة تالتة، يستجيب لك الرب بحسب عدله. يعني ايه بحسب عدله؟ ربنا رحيم قوي بس برضه عادل. هرجع معاكم القضية دي ان ربنا بيبلغ ابراهيم كده وبيقول له ان شر سدوم وعمورة صعد امامي، وعلشان شرهم كبير قوي انا قررت ان البلد دي او القريتين دول ينتهوا. فيوقف ابراهيم ويعتقد للحظة انه احن من ربنا على خليقته، فيقول له معقول يا رب هتضيع الكويس مع الوحش؟ اتهلك البار مع الاثيم؟ اديان الارض كلها لا يصنع عدلا؟ وربنا يطول باله قوي قوي على ابراهيم، يقول له طب انت شايف ايه يا ابراهيم؟ فابراهيم يقول له طب لو فيها 50 واحد بار؟ يقول له لا، لو فيها 50 انا هسيب. يقول له طب لو 40؟ يقول له هسيب. وفضل ينزل 10 لغاية لما في الاخر خالص الحقيقة اكتشف ان ربنا عادل جدا، والشر بلغ في المدينة دي الى اقصى درجات الشر، لدرجة لما 2 ملايكة نزلوا عشان يخرجوا لوط. الشعب طلب ال2 ملايكة علشان طبعا كانوا 2 ملايكة في صورة رجالة يزنوا معهم او يمارسوا الشذوذ معاهم. حاجة عجيبة قوي الشر ده. فده يبين لنا ان ربنا بيحكم حسب عدله. نفس الموضوع كمان في سفر القضاء. صحيح ربنا عاقب شعوب كتيرة قوي من الوثنيين وخلى شعب بني اسرائيل هو الأداة اللي بتنفذ العقوبة دي، لكن ربنا نفسه علشان عادل خلى شعب بني اسرائيل نفسه اول ما اخذ ارض الميعاد وابتدى يعك وابتدى يبعد عنه تبقى عليه ضربات، فيصرخ اسرائيل فربنا يستجيب ويشيل الاعداء، وبعدين يرجع اسرائيل تاني للخطية والزواج مع الوثنيات فيحصل ضربة جديدة، ويفضل السفر كله فوق وتحت، يعني الشعب يبعد والشعب يرجع. وكان ربنا بيرجعه من خلال استجابة، بس استجابة بحسب عدله. لو انت ماشي كويس هتلاقيني بسندك، لو انت ماشي وحش ما تقولش ليه ربنا تخلى عني. نكمل بكرة بنعمة ربنا. اقول لكم صباح الخير.